شلون نعرف لحم الغنم من اللحم المستورد؟ هاشم حبيب قلبي، شلون نعرف؟ لحم الغنم لحمه ما تصير شقره. اوكي. اكو هسه طلي موجود هذا لونه اسمر، هذا ايراني. واكو الطلي السوري. نعم. ريحته تصير صنه. الطلي العراقي لا، هو نظريا يعني من نشوفه تعرف هذا عراقي. يعني حتى البيضه ماله تكون صغيره. تختلف. هاي بيض الغنم. هسه عرفتوا شنو الفرق بين اللحم العراقي الغنم واللحم المستورد؟ ها شنو هاشم؟ حبيبي، هاي شنو هي؟ هاي دجاج بانواعه. بس شوفوا لي التتبيلات، يعني اللي عنده سفره، اللي عنده عزيمه، ابو اللي الحديد، ابو البروتين، ابو الرجيم، ابو الهاي يجي هنا تشوفون يتفرج. بس شوفوا لي جميع التتبيلات موجوده هنا بانواعها. واهم شغله شنو هي؟ البقلاوه. هاي بقلاوه باللحم، كل شيء متوفر عند هاشم. الكبب المصلاويه هاك، كل الكبب تجهيز بيتي وكلته لحم عراقي خالص. شوفوا لي البرجر اللحم، ده شوفون برجر اللحم رقم واحد حلو على مستوى العراق. ده شوفون هو هذا البرجر اللحم العراقي الخالص. مو بس اللحم عندهم، وعندهم التوابل هنا. تشوفوا خانة المشويات هنا، ده شوفون كل المشويات عندهم هنا تاخذوها من الشجر الخلاط، يعني يقص قدامك وتشويها وتروح تتعشى بيها انت واصدقائك. اقول لكم من الشجر الخلاط، يعني توقع انت الطب للقصابه، تاخذ اللحم للمفرامه للشوايه، يجي بك اياه هنا. اسف على قساوه المشهد بالليل لان راح تجوعون. تعال شوفوا هاي اللفه، خلون هذا هنا بالمناسبه، هذا ينزل ويا كل المشاوي. تاخذ هذا شيش الكباب تخليه هنا. قل لي ايه؟ تاخذ الطرشي هنا. قل لي ايه؟ هاي الصلصه الخاصه بيهم. اما شو تقول لي؟ قل لي ايه؟ اي خلي طماطيه هنا. قل لي ايه؟ اي فينجر. قل لي ايه؟ اي بعد شنو؟ بعد شنو؟ لا بصل بالليل قوي ثقيل. سوي هيجي تلفه طريقه. هاي اللفه اذا انت جوعان بالليل تشتريها بمليون. الف عافيه. اليوم انا كنت بقصابه ومشويات اهل الكرم، مجاور برج بغداد، مقابل التفاح الاخضر. اهل الكرم.